السلام عليكم، عامل ايه يا كوتش مصر؟ وحشنا والله، بقالنا فتره ما نزلش حلقات بس عشان ما كانش في اي حاجه مهمه نتكلم عليها، فقلت اجمع لكم كل حاجه في حلقه واحده. فالنهارده عندنا حلقه نتكلم فيها على ماتش الزمالك وبتروجيت، بيراميدز وصن داونز، وقرار الكاس ونشوف اللي هيحصل فيه، وعندنا كلام كتير هنتكلم فيه. فيلا بينا نخش على الحلقه. بس قبل ما نبدا طبعا لايك وشير وسبسكرايب وتشارك في القناه عشان يوصلك جديدنا اول باول ان شاء الله. وهنبدا بماتش بيراميدز وصن داونز. انا ما بشجعش بيراميدز ومش عايز بيراميدز تاخد افريقيا، بس ده ما يمنعش ان احنا نديهم حقهم ونقول شابوه لبيراميدز على المباراه اللي عملوها. انت بتلعب صن داونز في ارضها الساعه 3 العصر وبتعمل مباراه انت كنت احسن فيها بكل المقاييس، وكمان بتقدر تخرج بتعادل ايجابي بيخليك على بعد خطوه واحده انك تاخد دوري ابطال افريقيا لاول مره في تاريخك. فشابوه بيراميدز على المباراه اللي عملوها، وشابوه يوروشيتش المدرب اللي قاري كل مباراه بيخشها، والمدرب اللي فعلا لازم يمسك فريق كبير بعد بيراميدز. وفي وسط ما الماتش شغال او بعد الماتش كلنا شايفين جماهير النادي الاهلي بتنزل سولو كولر وعماله تشتم فيه، وحقكم بصراحه. كولر ضيع على النادي الاهلي اسهل بطوله افريقيا في التاريخ يعتبر. كولر اللي عايز 3 مليون دولار شرط جزاء من النادي الاهلي، المفروض النادي الاهلي يروح يرفع عليه قضيه على الفلوس اللي هو خسرها النادي الاهلي بسبب غبائه في ماتش صن داونز اللي هنا في مصر، اللي بسببه خسره له يلعب في كونتيننتال، خسره له ياخد افريقيا، يلعب كاس عام 29. فكل دي فلوس راحت على النادي الاهلي. المفروض كابتن الخطيب يرفع قضيه على كولر عشان هو اللي هو عمله في النادي الاهلي ده. اما بالنسبه لصن داونز فده اسوأ نسخه اشوفها من صن داونز من 10 سنين، اخص مدرب كارتوزو اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت قدام الاهلي في نهائي افريقيا، الماتشين كانوا زي القرف، وشفناه قدام الاهلي في ماتشين بتاع صن داونز زي القرف. فكارتوزو ده اسوأ مدرب دخل افريقيا يعتبر، مدرب اسباني ولا مش عارف الماني وبيلعب كره ميته. فكرة احنا خلصنا بيراميدز؟ لا طبعا، احنا لسه في عندنا حوار الدوري. بيراميدز اللي عنده سيراميكا كليوباترا كمان 3 ايام، والنادي الاهلي عنده فاركو في نفس الموعد. لو الاهلي تعادل او كسب هياخد الدوري رسمي. بس قبل الماتشين دول يتلعبوا في قرار هيتاخد من الكاس بخصوص ماتش القمه، واللي هو الاهلي هيتخصم منه 3 نقط كمان ولا لا. بس انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين ان الاهلي مش هيتخصم منه 3 نقط، بس برضو انا وانت عارفين ان الاهلي معاه حق وبيراميدز معاه حق والزمالك معاه حق. الاهلي من حقه اللي هو يدافع عن نفسه، اللي هو انت قلت لي في تحكيم اجنبي وما جبتش تحكيم اجنبي، فدي نقطه للنادي الاهلي. الزمالك من حقه اللي هو يخصم 6 نقط من الاهلي زي ما حصل معاه لان الاهلي ما جاش الماتش، وبيراميدز من حقه ان الاهلي يتخصم 3 نقط زياده عشان ياخد الدوري. مين بقى السبب في كل ده؟ كابتن احمد دياب. كابتن ايه؟ انت عمرك ما لعبت كوره اصلا، ما تسالش نقول لك كابتن. احمد دياب هو السبب في كل اللي حصل في الكوره. عمل قرعه الساعه 5 الفجر، قال لك في ماتش الاهلي والزمالك كمان 5 ايام ومفيش تحكيم اجنبي. بوظوا كل حاجه، بس عمره ما يطلع يقول. هو مش كده وبس، في الماده 63 اللي هو بيقول لك عليها اللي احنا من حقنا ان احنا نغير اي حاجه في اي حاجه، بيقول لك ايه؟ اللي القرار اللي رابطه الانديه بتاخده ما ينفعش اي لجنه عليا تبت فيه او تغيره. المعلم بقى من يوم ما خد القرار اللي حصل، لجنه الظلمات اتدخلت فيه، لجنه الاولمبياد دخلت فيه، ولا لجنه الكاس اتدخلت فيه. يعني انتوا اصلا بتعملوا قرارات انتوا مش قدها، فمستنيين منكم ايه؟ انا مش عارف. ومن هنا بقى نخش على مباراه الزمالك وبتروجيت. يا جدعان والله العظيم طعم الفوز كان وحشني. اخيرا كسبنا ماتش، لا وكمان شيكابالا يجيب جون، ده يوم الهنا يا جدعان. انتوا جيتوا بعد خراب مالطا، خلاص بعد خراب مالطا جيتوا تكسبوا، بس الحمد لله احنا كسبنا، ودي احسن ماتش يعتبر كابتن ايمن الرمادي عمله. تعالى بسرعه نخش في تفاصيل الماتش وهنتكلم فيها. المباراه اللي بدات في الدقيقه 20 باوفر حلو من لاعب بتاع بتروجيت، وراسيه ولا احلى تعدي جنب عارضه محمد صبحي. وفي الدقيقه 23 نفس الاوفر تاني بيتلعب، تروح الكوره لهادي رياض اللي بيستلم ويوقف وبيركن، ولا اي حد بيقول له انت عامل ايه، ويسجل الهدف الاول لفريق بتروجيت. مالك بيسنتر وبيروح بيهاجم، حسام اشرف بيتشد في منطقه الجزاء، يخش الحكم في الدقيقه 27 يحسب ضربه جزاء، ويخش حسام عبد المجيد ويسجل التعادل لنادي الزمالك. وفي الدقيقه 43 عرضيه حلوه من لاعيبه بتروجيت من على الطرف الشمال، يخش اللاعب اللي عندهم الافريقي ده يحطها بدماغه، بس تصدي ولا قرع من محمد صبحي، وينتهي الشوط الاول بنتيجه 1-1. مع بدايه الشوط الثاني الزمالك ينزل ضاغط وهو اللي معاه الكوره مع الاستحواذ، ويقدر في الدقيقه 50 ايشو يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك، وبعد ما يجيب الجون يخرج وينزل شيكابالا. في الدقيقه 61 بقى موقف مش هيحصل بقى، اتفرج انا سايب لك، بص اتفرج قدامك، كوره طايشه رايحه جايه محدش عارف مين فين والكوره مع مين، تتخبط من هنا تطلع ورا منطقه الجزاء، تخش جوه منطقه الجزاء، يلعبها لاعب بتروجيت، وفي الاخر يشيلها حسام عبد المجيد من على خط الجون وينقذ فرصه الهدف التعادل لنادي بتروجيت. لحد ما تيجي الدقيقه 90 وهدف ماركه مسجله، شيكابالا بيستلم ويقطم لبره ويحط بشماله في العارضه وفي ظهر عمر صلاح ويسجل نادي الزمالك الهدف الثالث، وتنتهي المباراه وفوز نادي الزمالك 3-1. في حاجه حصلت كده في اخر المباراه، مصطفى شلبي اتطرد. احسن، محدش واخد باله ان الزمالك النهارده لعب حلو ولعب كويس عشان كان في حد في نص الملعب ما لعبش، رقم 8 اللي عندنا. اول ما اشوف نص ملعبي كان جميل كده، محمد شحاته جنبه فتوح جنبهم حسين فاروق جعفر، ونزل في الشوط الثاني كمان عبد الله السعيد، ناس بتلعب كوره. شلت من الملعب المعلم ده، الزمالك لعب حلو.
فيا ريت ما اشوفوش تاني في الملعب وما اشوفوش في نهائي كاس مصر ان شاء الله. بالنسبه للسلبيات والايجابيات، فسلبيات نادي الزمالك مصطفى شلبي. ايجابيات نادي الزمالك كلها تتمثل في خط الدفاع اللي كان عامل مباراه كويسه، وبالاخص حسام عبد المجيد كان عامل مباراه كويسه، ومحمود حمدي الونش كان عامل مباراه كويسه برده جدا جدا، ونص ملعبك كان عامل مباراه لحد ما كويسه، وخط هجومك حسام اشرف خد ضربه جزاء لعب 45 دقيقه. حسام اشرف انك لو اعتمدت عليه، حسام اشرف هداف، حسام اشرف السنه اللي فاتت كان تاني هدافين الدوري، فلو اعتمدت عليه ممكن يجي مع الماتشات. وكمان ايشو اهو طلع منه حاجه وجاب جون، بس هي اللقطه الاهم في المباراه واهم ايجابيه هي هدف شيكابالا الثالث. مفيش كلام كتير في المباراه ومفيش كلام كتير ككل اصلا، بس اهم حاجه ان الزمالك كسب وعرف يرجع تاني لطريق الانتصارات. انت خلاص فاضل لك ماتش واحد في الدوري، كسبت خسرت خلاص انت واخد مركز ثالث على الكونفدراليه، بس اهم حاجه هو ماتش نهائي الكاس قدام بيراميدز. بالمناسبه الزمالك عنده ماتش بيراميدز يوم الوقفه، واحب اقول لك ان قبل الماتش ده هيبقى عندنا حلقه بتطورات جديده، هيبقى في تصوير جديد 4K، هيبقى عندنا خلفيه جديده، وكمان هيبقى عندنا مونتاج جديد وحاجات جديده ان شاء الله. فاعمل لايك وشير وسبسكرايب وشارك في القناه عشان يوصلك جديد اول باول، والسلام عليكم.